الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة، وفي لفظ أفلح إن صدق. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. وفي الصحيحين الشاهد من الحديث جواب النبي على أسئلة الأعرابي بلفظة واحدة، إنها الله 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 إلى آخره. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر، عش في عظمة الله جل وعلا وجلاله تبارك وتعالى. إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر، وقرأ قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون. وتعالوا لنختم حلقة الليلة بهذا الحديث مع بعض الكلمات بعده. روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال عمران: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي قبل أن يسلم وقال له: يا حسين، كم تعبد اليوم من إله؟ انت لك كم إله دلوقتي؟ صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ فقال حسين: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. أعبد 7 آلهة، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا كنت في شدة ورهبة وخوف، وإذا كنت ترجو شيئا وترغب شيئا، يا ترى تسأل أي إله من هذه الآلهة ال7؟ فقال حسين: الذي في السماء، أسأل الذي في السماء. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. الله الله الله. أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حسين لم ينس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فذهب إليه حسين وقال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. لم ينسى. هل تريد أن تتعلم الكلمتين اللتين علمهما حبيبنا ونبينا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم لحسين والد عمران لتنتفع بهما كما انتفع حسين بهما؟ اسمع وأعرني قلبك وسمعك. قال حسين: علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يا الله يا الله على هذا الدعاء النبوي البديع البليغ، والله العظيم يحتاج إلى ليلة كاملة. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. خلاص خلاص، من أعانه الله عز وجل على نفسه وألهمه الله رشده نجا وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أيها الأفاضل، وماذا بعد؟ عرفت الله سبحانه وتعالى، عرفت الله سبحانه وتعالى أو عرفت شيئا عن الله سبحانه وتعالى؟ والجواب نعم. والله يا أخي لقد تجدد الإيمان في قلوبنا. والله يا أخي لقد جددت عظمة الله وقدرة الله وجلال الله في قلوبنا، وجددت
عندنا الإرادة والعزيمة على أن نعود من جديد إلى كتاب ربنا لنتدبره، وإلى كلام نبينا لنتفهمه، وإلى أن ننظر إلى الكون لنجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا تريد بعد؟ أريد منك أيها الحبيب، يا من عرفت الله جل وعلا وتعرفت على شيء من جلاله وعظمته وجماله وكماله وقدرته وأسمائه وصفاته وأفعاله، أطلب منك كما أطلب من نفسي أن نسأل أنفسنا جميعا ما حقه سبحانه وتعالى علينا، وما الذي يجب علينا أن نفعله وأن نؤديه له جل وعلا. والجواب في حديث أختم به اللقاء، رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله علينا، أن نعبده وحده، وأن نلجأ إليه وحده، وأن نحبه وحده، وأن لا نحب إلا له وإلا فيه، وأن لا نعطي إلا له وإلا من أجله، وأن نخاف منه سبحانه وتعالى وحده. كما أصلت في معنى كلمة الإله في أول هذه الحلقة الكريمة المباركة التي استمدت بركتها وجمالها وجلالها وقدرها من الحديث عن الله جل جلاله. حق الله علينا أن نفرده بالعبادة، أن نفرده بالألوهية، والعبادة هي كمال الذل مع كمال الحب. حبيبي في الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. علق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوقين على وجه الأرض، وإلا فهذا خلل في تحقيق العبادة ونقص في تحقيق العبودية. فالخلق كل الخلق لو اجتمعوا بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم فيك والقدح فيك والإساءة إليك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فقلب من تخاف بيد من عصيت، فلا تعلق قلبك بالخلق، فالخلق كلهم تراب وإلى تراب. الخلق كلهم تراب، وكل ما فوق التراب تراب، مصيرنا جميعا إلى التراب. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوقين، وخذ بالأسباب من باب التعبد ولا تعلق قلبك بالأسباب، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. نعم، حقه علينا أن نعبده، أن نطيعه وحده، أن نستعين به وحده، أن نقف عند حدوده، أن نسأله وحده، أن نتوكل عليه وحده، أن نلجأ إليه وحده، أن نفوض الأمر إليه وحده، أن نحلف به وحده، أن نذبح إليه وحده، أن نقدم النذور له وحده، أن نطوف ببيته في مكة شرفها الله وحده، أن نسأله وحده، أن نستغيث به وحده، أن نذعن إليه وحده، أن نلجأ إليه وحده. فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله، كلمة الليلة أسأل الله أن يملأ بها قلوبنا نورا وإيمانا، وأن ينور بها وجوهنا، وأن ينور بها قلوبنا، وأن ينور بها قبورنا، وأن ينور بها حياتنا، وأن ينور بها دنيانا،
وأن ينور بها أخرانا، وأن يردنا إليها ردا جميلا، وأن يعيننا على أداء حقها وعلى الوقوف على مقتضياتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أجمل هذه الكلمة وما أجلها وما أكملها. الله، وما أجمل أن أختتم اللقاء مع حضراتكم بها. الله يرعاكم ويحفظكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المكارم للجوامع ترجع، والفضل ينسب للرسول ويرجع.